الكيكة اللي انت شايفاها قدامك دي، شايفاها طرية ازاي وهشة ازاي؟ الكيكة دي من غير ولا سكر ولا لبن ولا بيض. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول وهوريكم تعملوها ازاي. بس ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس في قناتي، دي حياتي وده شغلي. معانا كوباية من العسل الاسود، هننزل عليها بمعلقة كبيرة من الخل وكيس من الفانيليا، وهننزل عليها بنص كوباية من الزيت. هنقلبهم كويس مع بعض، وهننزل عليهم بكوباية كبيرة من المية المغلية. هننزل عليهم بكوبايتين من الدقيق، بس لازم تنخليهم زي ما احنا شايفين كده. وهننزل عليهم بنص كوباية من النشا، وهننزل بنص معلقة صغيرة كربونات الصوديوم، وهننزل بمعلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة بسيطة من الملح. هنقلب كل المكونات دي مع بعض، وهننزل كمان بربع كوباية من الدقيق. احنا كده استخدمنا كوبايتين وربع. هنقلبهم كويس مع بعض. هنجيب بقى الصينية بتاعتنا، هنرشها رشة من الزيت ورشة من الدقيق زي ما احنا شايفين كده، وهننزل بالخليط بتاعنا. هنخبطه خبطتين وبالخلة بتاعتنا، ونلف داير كده زي ما احنا شايفين عشان نخرج الهواء اللي فيها، عشان الكيكه بتاعتنا تنجح. هندخلها الفرن على درجه حراره 180، هتاخد بالظبط 35 دقيقه. طلعت معانا بالشكل ده كده. هتدخلي الخله زي ما انت شايفه كده، بصي ما شاء الله اللهم بارك مستويه. هنسيبها تهدى، وبعد كده هنحطها في الطبق بتاعنا. بعد ما هديت خالص، شايفين ما شاء الله اللهم بارك، احنا حطينا زبيب على الوش اللي انتوا شايفينه ده من فوق، ده زبيب. هنقطعها معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اي تقطيعه انت عايزاها، عايزه تحطي اي حاجه عليها حطيها. الكيكه كانت جميله جدا ما شاء الله اللهم بارك. شايفين طريه ازاي وهشه؟ اعمليها وعلى ضمانتي هتعجبك جدا ومفيده للولاد. ما تنسيش اللايك والشير وتفعلي الجرس في قناتي، دي حاجة